هما اللي غلطوا معايا ما غير رجعوا فين كانوا، حيت كامل اللي معايا بحال ما كنديرش الفور ما كيبقاوش فيا. والسلب البالع كالعاده بلا ما نوصيكم ديروا لنا لايك كومونتيرز ونبداو. كتبدا القصه ديالنا مع ريك هو جالس مع الدكتور ديالو وغادي يعرف منه بلي عنده واحد المرض خطير بزاف وبلي غادي يموت من بعد 6 شهور، وغادي يخرج مع الدكتور وهو معصب بزاف، وغادي يمشي يتلاقى صاحبو جوني في واحد الحانه. ومن بعد شويه جوني غادي يمشي يجيب واحد المشروب من عند الكاسونه، ولكن في هاد الوقيته غادي يدخلوا جوج ديال الشباب لذاك الحانه، واحد منهم غادي يمشي عند الكاسونه وغادي يبقى كيهضر معاه بواحد الهضره ماشي تال تما، وهاد الهضره استفزات جوني وغادي يتماداو في داك الهضره وكانوا باينين بلي كيقلبوا على المشاكل. اما الثاني غادي يبقى كيهضر مع ريك وكيتنمر عليه وكيعيط له الشيباني، ولكن ريك بقى ساكت وما بغاش يدخل معاه في قتال. من بعد شويه جوني غادي يهضر مع الكاسونه وقال لي دخل البيت لداخل جيب لي شي حاجه، ويلا دخلات غادي يهز واحد القرعه وغادي ينزل عليه للراس. اما الثاني غادي يهز واحد الموس باش يضرب بها ريك، وكان تيصحاب ليه بلي غادي يخاف منه، ولكن ريك غادي يطوي داك الجورنال وغادي ينوض وغادي يبدا كيعطيه في القتله حتى غادي يطيح. ومن بعد غادي يمشي عند المدير ديالو اللي سميتو جو الين وغادي ياخذ من عنده واحد الظرف فيه الفلوس، وغادي يطلب منه جو الين باش ينفذ ليه واحد المهمه، وكانت هذه المهمه هي يجمع الفلوس من عند الناس اللي كيتسلفوا من عنده. بالجهه الاخرى غادي يكون جيمس جالس مع مراته وعلى خفل الباب غادي يدق، وغادي يمشي جيمس باش يفتح الباب وغادي يلقاها بنته وكانت سميتها إلسي. ومن بعد ما دخلت إلسي للدار غادي يهجموا عليهم 3 من الافراد ديال العصابه، وغادي يكتفوا جيمس وقالوا لمراته باللي راجلها واخد واحد الطرف ديال الفلوس من العصابه، وباللي هاد العصابه كتتاجر في الممنوعات وكتسلف الناس الفلوس، وباللي هذه مده هو كيماطل وما كيعطيهمش الدفعات ديالهم، وباللي هاد النهار ما جاوش باش ياخذوا الفلوس، وقالوا ليها باللي هاد النهار جايين باش يقتلوهم. من بعد شويه غادي يوصل ريك هو وجوني لذاك الدار، وكان جاي حتى هو باش ياخذ الفلوس اللي كيسالو، وغادي يلقاو العصابه اللي كتسالهم حتى هي الفلوس تما، وغادي يسولوا العصابه على جيمس، ولكن غادي يكذبوا عليهم وقالوا لهم باللي ما كاينش، وقالوا لهم باللي رحلوا من تما وباللي العصابه هي اللي شرات الدار، وغادي يعرف السميه ديال الرئيس العصابه وغادي يعرفوا. من بعد شويه العصابه غادي يطلبوا منهم باش يخويو الدار ويمشيو، داكشي اللي كان غادي يخرجوا، ولكن في الوقيته اللي كانوا خارجين ريك غادي يشوف واحد من العصابه مكتف إلسي وما مخليهاش تهدر، وواخا شافها ريك غادي يدير راسو ما شاف والو وغادي يخرج. من بعد غادي يجلس هو وصاحبه في واحد الحانه كيشربوا، وغادي يكون ريك باين باللي مقلق حيتاش ما حاولش يعاون داك البنت، وجوني غادي يبقى كينبهو وتيقولوا بلي هذه ماشي خدمتهم وبلي داك العصابه خطيره ومن الاحسن ما يدخلش معاها في مشاكل، وفكروا بلي المهمه ديالهم الاصليه هي ياخذوا الفلوس ديال الرئيس ديالهم عند جيمس ويرجعوا بحالهم، وفسالوا المشروب غادي يرجعوا للبيت عاوتاني. وريك غادي يكون شرب واحد الكميه كبيره، لغد ليه في الصباح غادي يفيق من النعاس وغادي يمشي عند المدير جو الين وقال له بلي ما استطاعش ياخذ الفلوس، وفاش هضر معاه على ود داك البنت اللي خاطفاها العصابه قال له الين ما يدخلش في هذه المواضيع، وقال له بلي العصابه اللي خطفاتها عصابه قويه بزاف وكتتاجر في المخدرات وعندها نفوذ كبير في البلاد، وباللي الخدمه ديالهم اللي من بعد المخدرات هي التجاره في البشر. في هذا الوقيته غادي تكون واحد البنت من الافراد العصابه كتهضر مع إلسي في البيت وكتقول لها ما تبقاش مقلقه حيتاش الاب والام ديالها ماتوا، وكتحاول تخليها باش تاكل، وكانت كتعامل معها بواحد الطريقه خايبه وكتهددها باش تاكل باش يديوها العصابه باش يتاجروا فيها، ولكن إلسي ما كانتش باغا تاكل وبقات كتبكي. في هذا اللحظه ريك غادي يمشي للدار وغادي يهز السلاح ديالو وغادي يقرر اخيرا باش يمشي يعتق داك البنت. وفي الوقيته اللي كان في الطوموبيل غادي يجي ميساج من الدكتور ديالو وغادي يطلب منه باش يجي عنده العياده باش يتابع الحاله الصحيه ديالو، ولكن ريك ما اهتمش بالموضوع وغادي يكمل. ومن بعد شويه غادي يوصل للدار ديال إلسي وغادي يفتح الباب وغادي يهدد داك البنت اللي كانت من افراد العصابه باش يخليها تطلق إلسي تخرج. وفاش خرجت إلسي قال لها بلي سميتو ريك وبلي جاي باش يعتقها، وصيفطها تجيب الشكاره ديال حوايجها باش يهربوا. من بعد الرئيس ديال العصابه غادي يتصل بهم باش يشوف البنت وطلب منهم باش يجيبوا ليه البنت للمقر ديال العصابه باش يشوفها، ولكن العصابه ديالو غادي يقولوا ليه بلي ديك البنت تخطفات. في الجهه الاخرى ريك غادي يكون تيهضر مع إلسي وقال لها بلي العصابه ضروري غادي تتبعهم، وقال لها بلي غادي يحميها شنو ما وقع، وغادي يطلب منها تسناه في الطوموبيل حتى يرجع لعندها، وقال لها بلي غادي يمشي يودع واحد الشخص عزيز عليه بزاف وغادي يرجع، وغادي يدخل لواحد المطعم وكان غادي باش يودع بنته لاخر مره، ولكن الطليقه ديالو غادي تكون مرة شريره بزاف وما كتحملوش وما خلاتوش يشوف بنته. وفاش جرات عليه غادي يركب في الطوموبيل وغادي يتصل بجوني صاحبه، ولكن ما غاديش يجاوبو في التليفون. في هذه الوقيته جوني غادي يمشي عند صاحبه للدار ولكن ما غاديش يلقى الطوموبيل ديالو تما. وفي الوقيته اللي كان جوني تيقلب على صاحبه ريك غادي تخرج فيه الافراد ديال العصابه وغادي يهجموا عليه وغادي يقتلوه. اما جو الين غادي يدخل المكتب ديالو على غفله وغادي يتصدم ملي غادي يلقى الزعيم ديال العصابه كيتسناه وقال له بلي كاين شي واحد من الرجال ديالك سرق واحد البنت كنت خاطفها، وغادي يسولو على ريك وقال له فين كيتخبى، ولكن جو الين ما كانش عارف ريك فين كاين وغادي يكون خايف بزاف الرئيس العصابه. في هذه اللحظه زعيم العصابه غادي يمشي عند
عنده باش يسلم عليه، ولكن غادي يغدروا وغادي يقتلوا. وريك غادي يطلب من إلسي باش تسناه مرة أخرى في الطوموبيل، وغادي يكون خايف عليها، وعلى هذا الشيء غادي يعطيها واحد العنوان باش إلا وقعت شي حاجة تهرب لتما. وغادي ينزل من الطوموبيل وغادي يمشي للدار ديال جوني صاحبه باش يطمن عليه، ولكن ملي فتح الباب ودخل غادي يتصدم وغادي يلقى صاحبه جوني مقتول، وغادي يتعصب بزاف. من بعد غادي يرجع للطوموبيل عند إلسي وغادي يتحركوا بالطوموبيل، ولكن هما غاديين الطوموبيل غادي تخسر، وغادي ياخدها لعند واحد الميكانيكي. فهاد لحظه العصابه غادي يقدروا يحدوا اخر بلاصه وقفات فيها الطوموبيل، وهادشي حيتاش تقريبا كانت الطوموبيل ديالو فيها واحد الجهاز ديال التتبع. وغادي يدخل واحد من العصابه لعند الميكانيكي وغادي يسولوا على مول داك الطوموبيل اللي هو ريك، ولكن الميكانيكي قال له بلي ما عرفش فين مشاو. وغادي يتعصب داك العضو من العصابه وغادي يقتلو مباشره. وريك غادي يوصل لواحد البلاصه في الغابه وغادي يسطالي الطوموبيل، وغادي يقول إلسي بلي غادي ينزلوا وغادي يكملوا الطريق غير على رجليهم. وغادي يوصلوا لواحد البيت قديم بزاف، وغادي يخرج له واحد الراجل شيباني وغادي يفتح الباب، وغادي نعرفوا بلي داك الراجل هو الاب ديال ريك. في الاول الاب ديالو ما كانش باغي يدخلوا للدار، وهادشي حيتاش كانت عندهم واحد المشاكل قديمه، ولكن ملي شاف داك البنت إلسي غادي تبقى فيه وغادي يخليهم يدخلوا. في هذا الوقت العصابه غادي يكونوا جالسين وكيجمعوا بزاف ديال المعلومات على ريك، وغادي يعرفوا بلي كان في الحبس وبلي هذه مده قصيره باش خرج، وغادي يحدوا البلاصه ديالو فين مخبي. في الجهه الاخرى إلسي غادي تكون كتهضر مع الاب ديال ريك، وغادي تعرف بلي كيكره الابن ديالو بزاف حيتاش فايت له قتل شي واحد. ولكن إلسي ما كانتش فرحانه وهي كتسمع الهضره ديال الاب ديال ريك، وقالت له بلي شنو ما وقع كيبقى الابن ديالو. بقات كتقنعه وكتطلب منه باش يهضر معاه. الاب ديال ريك غادي يقتنع بهضرتها وغادي يمشي باش يهضر مع ولده، وفاش مشى باش يهضر معاه غادي يلقاه على برا كيشرب، وغادي يطلب منه باش يحبس الشراب ويحافظ على الصحه ديالو. وهادشي حيتاش عنده واحد البنت صغيره مسؤوله منه دابا، وقال له بلي هاد المره عنده فرصه باش يتبدل، كفر على الاخطاء ديالو اللي كان تيدير في الماضي. من بعد غادي يدخل مره اخرى عند إلسي، وإلسي غادي تبقى كتقلد كاع الحركات ديالو وكتحاول دير ليه بجهدها باش تضحكو. غد ليه في الصباح غادي يكون ريك جالس حدا الدار، وغادي يمشي عنده الاب ديالو باش يهضر معاه، ولكن ريك غادي يتعصب من الهضره ديال الاب ديالو وغادي يمشي. في الجهه الاخرى غادي تكون العصابه واقفه قبال باب الدار ديالو محاضياه، وغادي يشوفوه هو خارج وغادي يمشيو عنده. وريك فاش شاف الطوموبيل ديالهم غادي يعرف بلي هذيك هي العصابه، وغادي يركب الطوموبيل ديالو وغادي يهرب. وغادي يبقاو تابعينه مده طويله في واحد المطارده، وغادي يتلف ليهم الطريق وغادي يرجع للدار عاوتاني، وغادي يكون تيصحاب ليه باللي يقدر يهرب ليهم. ولكن غادي يتفاجئ ملي لقاهم رجعوا عنده للدار وكيضربوا الطوموبيل ديالو بالقرطاس. فهاد اللحظه الاب ديالو غادي يخرج بالزربه، وفاش شافهم كيضربوا بالقرطاس غادي ياخذ إلسي معاه وغادي يهربها. والعصابه غادي يدخلوا للدار باش يقلبوا عليه، ولكن ريك غادي يخرج اول واحد من العصابه وغادي يقتلو بسهوله، والثاني غادي يحاول يهجم عليه بالقرطاس، ولكن ريك غادي يطيح ليه الفردي وغادي يبقى كيتقاتل معاه حتى قدر يقتلو. في الجهه الاخرى الاب ديال ريك غادي يطلب من إلسي باش تهرب وما تخلي حتى شي واحد يشوفها من العصابه. اما ريك غادي تهجم عليه اخر وحده من العصابه، ولكن ريك غادي يضربها وغادي يطيح ليها الفردي. ومن بعد مده هما كيتقاتلوا غادي تجبد واحد القنبله يدويه من جيبها، وفاش بغات تفجرها غادي يهرب قبل ما تنفجر. اما إلسي غادي تبقى غاده وسط الغابه حتى وصلت للبحر، وغادي تكون محاصره من كل جهه، وغادي تتبعها البنت اللي كانت باغا تفجر ريك بالقنبله وغادي تهددها بالقرطاس. وفي الوقيته اللي كانت كتهضر مع إلسي وكتهددها غادي يوصل البطل ريك وغادي يضربها للراس، وغادي يبقى كيهجم عليها وكيضربها. ولكن في هذه اللحظه غادي تلقى واحد الخشبه في الارض وغادي تضربه. ومن بعد ما قتلاتو غادي تاخذ إلسي وكانت باغا تهرب، ولكن غادي يجي الاب ديال ريك وغادي يضربها بالكلاطه، وغادي تمشي إلسي باش تطمن على ريك، ولكن غادي تلقاه مات وفات الفوت، وغادي تبقى حزينه بزاف وكتبكي عليه. من بعد غادي نشوف الرئيس ديال العصابه وهو كيشرب مع الافراد ديال العصابه ديالو. في هذه الوقيته غادي يصوني ليه التليفون، وفاش خرج لبرا باش يجاوب غادي تكون إلسي لابسه واحد الحوايج ديال الرياضه ودايزه كتسبق من جهته، وعلى غفله غادي تضربوا بالموس الكرشو وغادي تقتلو وغادي تزيد، وغادي تكون انتقمت من زعيم العصابه اللي قتل الراجل اللي عتقها. كانت هذه نهايه القصه، كان معكم خوكم سيمبليكس. تهلاو. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm going insane. Things don't feel the same. I don't wanna play no games.